والله حتى الآن أنا متردد في التصويت، لأن لي تحفظات شوية يعني تفاجأت من بعض المواقف اللي بتحصل. بالنسبة للأستاذ أحمد كعكي، وجوده في نادي الاتحاد مستحدث جديد. يعني أنا جاني تليفون من رئيس هيئة أعضاء الشرف وأمين عام أعضاء الشرف، ودعوني على المناظرة اللي حصلت أمس، وفي دعوة لانتخابات حقت بكرة. فأنا ذهلت من موضوع المناظرة هذه. تمام. ايش اللي اذهلك فيها؟ الأستاذ أحمد كعكي إنسان أنا أعرف، عضو شرف في نادي الوحدة، دخل نادي الاتحاد. مناظرة تحصل على أي أساس بين ناس لهم تاريخ في نادي الاتحاد وناس مستحدثين واستحدثوا في نادي الاتحاد؟ هذه نقطة واحدة من النقاط اللي أنا متفاجئ فيها. الحاجة الثانية، يوم جاني التليفون أنا حسيت في توجه تمام من هيئة أعضاء الشرف لفوز الكعكي. كعكي صغير في السن، ما عنده الخبرة الكافية لإدارة كيان اتحاد. الاتحاد ما هو مؤسسة صغيرة فيها شخصين، الاتحاد فيه ملايين، والملايين هذول يبغوا راحة قلب، يبغوا راحة نفس. الاتحاد جريح. أنا ناشد الأمير طلابي منصور، أناشد الشيخ عبد المحسن آل الشيخ، وناشد كل اتحادي، الشيخ أمين أبو الحسن وأحمد فتيحي وطلعت لامي، بالتدخل في الموضوع هذا. وأسماء أعضاء الشرف كلها في يدي وعندي، وكل من دخل عضو شرف تمام ما لمست اسم الكعكي موجود عندي. إلى عهد انتخابات محمد الفايز، المهندس محمد الفايز، ما كان الكعكي موجود. الملف حق الكعكي كيف يقبل؟ في استثناء، يظهرون الاستثناء. وانا اطالب كمان الرئاسه العمليات الشباب تستثني شيء واحد، يحق لهيئه اعضاء الشرف سحب الثقه من اي اداره قادمه لمصلحه نادي الاتحاد. وابراهيم هو الانسب، نظرتي ابراهيم هو الانسب. ابراهيم حيفيد نادي الاتحاد لانه عنده خبره اداريه عنده. انا ما لي علاقه بابراهيم ولا بينه وبينه تواصل شخصي، بس انما من خلال نادي الاتحاد.